الاهلي بيفوز على غزل المحله بنتيجه 1-0. مباراه اشبه ما يقول ان الاهلي خطفها في لمح البصر، ولكن الاداء مش كويس خالص. غزل المحله كان مقفل علينا كويس قوي، دارس خطتنا، وواضح ان كولر نازل مش عارف هو نازل يعمل ايه. ليه؟ لان كل الوينجات بتاعته مضغوط عليها ومتقفل عليها، فهو مش عارف يفتك الخطوط، وده كله بسبب حاجه واحده، غباء كولر التكتيكي. انت دلوقتي عندك مشكله في خط النص. انت شاري احمد رضا جديد، لاعب كويس قوي، وشاري الساعي. انت دلوقتي بتلعب بامام عاشور وينج. دي فرصه احمد رضا او فرصه الساعي انه يثبت نفسه في المكان اللي هو بيلعب فيه جنب مروان عطيه. كده كده انت بتلعب بوينج، امام عاشور وينج. ليه تحط السوليه اللي ما عادش عارف يرفع باص كل حاجه في السماء، وقفشه اللي ما عادش عارف يمرر تمريره صح، اللي قراراته كلها غلط. قفشه بقى عاهه في الملعب حرفيا. لا، قفشه لاعب التبديل، لاعب 70 دقيقه. مان اوف ذا ماتش الشناوي لو مش موجود كنا شلنا له. رام ربيعه بالونه اخترعها محمد عبد المنعم. لولا العش النهارده احنا كنا لبسنا. الافضل في الدفاع والافضل في اللاعبين انطرد، وعملها قرار صح انه هيروح يجيب الجون التعادل، واحنا مش هنقدر نعمل حاجه لو سابه.